الزمان 28 شهر رمضان ديال سنة 1990. المكان العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. مع الصباح بكري واحد البنت سميتها حليمة قصدات الكوميسارية ديال البوليس، وهي داخلة مع الباب تلاقات مع واحد الضابط قدامها. سولاتو، قالت لي عافاك، انا بغيت الضابط بن مغنية. قال لي علاش، شنو بغيتي؟ قالت لي انا عندي واحد المشكل وشي ناس صيفطوني عنده شخصيا وقالوا لي هو اللي غيحل لك المشكل ديالك. قال لها مرحبا، انا هو بن مغنية. دخلها للبيرو، سد الباب وجلسات، استجوب على المشكلة ديالها. قال لها شنو واقع؟ قالت لي وهي متردة وخايفة تهضر، انا تعرضت للاغتصاب وعطاتو شهادة طبية كدل على هداك الشيء. قال لها عاودي لي من الاول، شنو وقع لك بالضبط؟ قالت لي ليلة البارح اللي كانت هي ليلة القدر 26 رمضان، كنت في السيارة ديالي انا والصديقة ديالي جالسين ما علينا ما بينا عادي كنهضروا شوية، وقفت واحد السيارة كحلة ورانا، نزل منها واحد السيد وقف علينا قال لنا انا سميتي محمد، عايش في ايطاليا وخدمتي بوليسي، وكان هاز في يدو موس ودخل يدو في الزاج ديال الطوموبيل ديالي وهز لي الساك وخدا لاكارت ديالي وهددني. قال لي الضابط بن مغنية هادشي في الشارع والناس غاديين جايين وكل شي غيكون غادي ديك الساعة للتراوح. كملي، شنو وقع من بعد؟ قالت لي ركب اللور وقال لي زيدي، وبقيت غادي صيقة حتى وصلنا لواحد الدار ودخلنا واغتصبني. اكيد هاد القصة ما غتدخلش العقل ديال واحد عادي، فما ادراك الا سمعها الضابط بن مغنية. فهاد الاخير وهو كيسمع هاد القصة اللي كلها تناقضات قال لها العمارة فاش دخلتي فيها الناس؟ جاوباتو كانوا فيها الناس والضوء شاعلين، ولتحت كاينه قهوة كانت عامرة بالناس. وكان هز عليك الموس؟ قالت لي هز عليا موس. وكان بوليسي؟ قال لها بوليسي. فاش اغتصبك صاحبتك فين كانت؟ قالت لي عطاها مجلات تقراهم في بيت اخر. هذا هو الحوار اللي داز ما بين حليمة والضابط بن مغنية. المهم عمر ليها المحضر وخا بان ليه فيه بزاف ديال الخفايا والتناقضات مخبعاهم هاد البنت، ولكن الخطير في الامر في هاد الشيء كامل قالت لي المشكلة انه صور داك الشيء كامل اللي وقع بينه وبينها في واحد الكاسيت، وإلا عائلتها ساقوا الخبار غيقتلوها، وقال لها ترجع عنده نهار العيد باش يدير معاها داك الشيء اللي باغي، وإلا ما رجعتش الكاسيطة غتباع. وخافت حليمة يشوهها. الضابط بن مغنية باعتباره رئيس الشرطة القضائية رسل فرقة خاصة تابعة للمصلحة اللي كيرأسها ضابط الشرطة الممتاز محمد وزاري رئيس فرقة الأخلاق العامة. مشاو مع حليمة توريهم الشقة اللي وقعت فيها الواقعة، وراتها ليهم شوية بانت لها واحد السيارة كحلة، قالت لهم هذه هي السيارة ديالو. وهنا كانت الصدمة ديال رجال الأمن، لقاو السيارة ديال الكوميسير الحاج ثابت. رجعوا للكوميسارية باش يزيدوا يتيقنوا، حطوا قدامها بزاف ديال التصاور وقالوا لحليمة من بين هاد التصاور كانت تصويرة ديال الحاج ثابت ولكن هي ما عارفاش. قالوا لها حط يدك على الصورة ديال السيد اللي اغتصبك، وحطات يديها على صورة الحاج ثابت وقالت ليه هو هذا. صافي بن مغنية جمع جميع المعلومات، كتب المحضر ودفع الشكاية ديالها لرئيس الفرقة الأمنية كان سميتو وعشي. والضابط بن مغنية خبروا بالواقعة كاملة وبالتفاصيل، ولكن بوعشي قال له تبقى بيناتنا في السرية حتى نشوفوا شي حل. شد راسو وقال له هذه بومبا ما خصهاش تفرقع،
وباش يحيد على الذمة ديالو بلغ وكيل الملك بالقضية وبجميع التفاصيل ديالها. ولكن مشات القضية بمجرى آخر، وعشي مشى وصل القضية للمعني بالأمر الحاج ثابت، وقال لي حاول الحاج ثابت تحل الموضوع مع السيدة اشنو وقع واشنو وقع. فعلا الحاج ثابت مشى تفاهم مع السيدة ودارت لي تنازل، والقضية ضمشات بحال عمرها كانت. هادشي اللي كان في اعتقادهم. اما الضابط بالمغنية اللي دار خدمته على احسن واجب تعاقب ونزل قراد لرئيس فرقة من بعد ما كان ضابط، وصيفطوه المهمة في الصحراء باش ينفيوه وباش ما يزيدش يبحث في الموضوع اكتر. دازت 3 سنوات على هاد الواقعة، وفي 1993 جا بلاغ من ناس كبار في الدولة باش يبحثوا في موضوع محمد ثابت الحاج ثابت. علاش؟ حيت واحد 2 بنات حطوا شكاية به وكيعرفوا ناس كبار في الدولة. وصلت حتى للديوان الملكي، عطى تعليمات ببحث معمق في هذه القضية. هاد البنات تعرضوا للاحتجاز والاغتصاب والتهديد من واحد الشخص مدعو الحاج ثابت. هنا فاش انفجرت القضية مزيان وبقاو كينبشوا الصغيرة والكبيرة، وفعلا لقاو عدة شكاوي بهذا السيد متستر عليها. كاين فيهم اللي مظلوم فعلا وكاين اللي العكس، وتجبدوا فيها ناس بزاف، ناس واصلين. تعطات اوامر باش تفتش المنزل ديال الحاج ثابت، وتوجهوا رجال الشرطة للمنزل ديالو وقاموا بالتفتيش. وهنا كانت الصدمة الكبرى، لقاو 118 كاسيطة فيديو مع الهوية ديال الأشخاص اللي فيها وأرقام التعريف ديالهم وجميع المعلومات اللي كتخصهم. كل شيء مرتب عنده ومدون على الظهر ديال كل شريط. وبعد الأشرطة لقاو فيهم ناس كبار بزاف، وكان كيستعملهم وسيلة للابتزاز ديالهم في قضاء المصالح ديالو. وصندوق حديدي مسدود اختفى من بعد. لكن الغريب أنه ما تمش القبض على الجاني وما دارش البحث بدقة. هادشي اللي خلى القضية فيها خفايا وغموض كبير ما تكتشفش ليومنا هذا. وحتى الصندوق ما تفتش، لقاو في الكاسيط أفلام إباحية بطلها الحاج ثابت تقريبا 500 مرة كان كينعس معها ويصورها. وماشي غير هادشي، كاين بعض الأفلام اللي تباعت لقنوات إباحية. وفي هذيك الوقت انتشرت قصة واحد البنت كان خوها مقيم بإيطاليا، شافها بالصدفة في واحد الفيلم إباحي كان كيتفرج فيه مع الأصدقاء ديالو، وبقى متردد واش هي ولا ما هياش حتى تأكد باللي هي. وجا للمغرب خصيصا كيقلب عليها. فاش سول عائلته قالوا ليه شي حد خاطفها، يديه واصله وما عندهم ما يديروا ليه. وكانت من الضحايا ديال الحاج ثابت. هذاك الشاب خدا الفيديو داه السفارة الإيطالية وشرح لهم شنو وقع لختو وباللي هي قاصر. ومن بعد ما عرض شريط الفيديو على واحد الدبلوماسي، تواصل هذا الأخير مع وزير الخارجية آنذاك عبد اللطيف الفيلالي وشرح لي القضية. وكان حتى هذا السبب اللي طيح الحاج ثابت وتفضح مزيان. ولكن هذه القضية مشى فيها بزاف ديال الضباط والمسؤولين، حيث كان تساهل في البحث والتحقيق، والجاني ما تشدش في الوقت وما كانتش حراسة على المنزل ديالو بحجة ما جاتهمش أوامر. هادشي اللي خلى بزاف ديال الأدلة تختفي، من بينها الصندوق الكحل اختفى إلى يومنا هذا. تقبض على ثابت بتهمة اغتصاب واحتجاز 1500 مرة، منهم قاصرات، منهم متزوجات كان كيمارس عليهم العنف، وقليل من النساء اللي كانوا كيجيو بالإرادة ديالهم ولكن ما جاوش على أساس التصوير. وبيع الأشرطة بملايين الدراهم لقنوات إباحية. كان كيطالب ثابت في المحاكمة بالشريط رقم 32، ولكن الطلب ديالو دائما كان كيتقابل بالرفض. غالبا غيكونوا فيه أشخاص كبار متورطين، إلا تفضحوا المغرب غيترون وغيتقلب سفاعل عليه. مزيان تحكم على الحاج ثابت بالإعدام رميا بالرصاص
في شهر مارس 1993، وتحكم وطبق عليه الحكم في شهر تسعود من نفس السنة. وكانت هذه آخر مرة كيتطبق حكم الإعدام في المغرب. وتحكم على الضابط بن مغنية 10 سنين، قضى منهم 7. وخا هو مسكين كان غير ضحية، وخرج في بزاف ديال المنابر الإعلامية وفي مواقع التواصل الاجتماعي من بعد طالب برد الاعتبار. وكيل الملك توقف على العمل مدة سنة اللي كان كيحقق في الأمر، رغم أنهم داروا غير خدمتهم. قضية الحاج ثابت انتهت، ولكن مازال فيها غموض كبير ما تحلش، حيث الحكم تنفذ بسرعة خيالية وتحكم على الرجل بالإعدام في ظرف وجيز. الخلاصة من هذه القضية هو أنه بعض المرات المال والسلطة يقدر يخلي منك طاغية ويدخلك في أمراض نفسية بحال جنون العظمة والسادية وحب التسلط والأنا. وهذا الشيء كان السبب ديالو البعد على الدين. ثابت كان رجل تعليم في البدايات ديالو، أستاذ اللغة العربية وحاج شحال من مرة. خرج من التعليم ودفع لسلك الشرطة وتقبل. ما عرفناش شنو وصلوا لهذا الشيء، وكان كيقول لو كان خلوني نقدر نبدا نقتل، ربما كان عنده مرض الهوس الجنسي، ربما كانوا عنده صدمات مخفية، مع العلم أن الناس اللي قراب ليه كانوا كيقولوا أنه كان إنسان طيب معهم ودرويش في الدرب وحتى مع الجيران ديالو. رغم أنه بزاف ديال الناس شافوا أن حكم الإعدام كان حكم قاسي في حق الرجل وبزاف، حيث عقوبات الاغتصاب في المغرب كتكون بالسجن. لكن هما شافوا بأنه القضية فيها إنه، وأنه كاينين بزاف ديال الأسرار كبيرة اللي دفنات مع الحاج ثابت.